شخص معين، تمام. لازم تبقي عارفة برضو نيته ايه، تمام، تتعاملي معاه كويس. اوكي. اهلا اهلا يا اميره. ودي موضوع يا ليلي لاف اهلا وسهلا بيكي. وهرجع اقول لك ده موضوع، تمام. عايزه اقول لك ان موضوع الارتباط ده، حتى لو الموضوع ده ان انت ما تديش طاقتك ومشاعرك لاي حد، فاهمه قصدي؟ يعني انت بمعنى ايه، ان انت برضو لو حياتك حتى ما فيش اي مشاكل من العيله او كل الكلام دي، تمام، لازم الانسان يبقى عارف الشخص اللي قدامه، يقول الشخص ده جدير بهذا الحب او جدير بالمشاعر دي ولا لا. لان حقيقي، تمام، انت لما بتدي طاقتك لانسان من غير مواقف، تمام، تثبت ان الشخص ده جدي او يستاهل، بتضطري ان انت ايه، بتعملي ستوب كده، تمام. الله يخليك سلام البطل، الله يخليك. اهلا يا فارس، اهلا. شكرا الناس الجميلة، الذوق، الناس الحلوة. معايا ناس جميلة، معايا ناس حلوة، معايا ناس بتكتب كومنتات إيجابية. معلش يا جماعة أنا مش مركزة في الكومنتات، بس أنا معاكي يا ليلي، اكتبي لي تاني لو عايزة تكتبي حاجة، أنا معاكي، تمام. شكرا لذوقكم، ميرسي جدا. الله يخليك، شكرا، ميرسي لذوقكم، كلكم ذوق. بشكركم على كلامكم الإيجابي الحلو. يعني الحمد لله على وجود ناس جميلة، تمام، معايا في اللايف. مقدرة الكلام اللي أنا بقوله، محتوى كلام من القلب، هو الدردشة، واللي عنده سؤال أنا برد عليه على حسب الموضوع اللي هو حابب يتكلم فيه، تمام. معاكي يا ليلي. الله يخليك، الله يخليك. انت دخلتي في عزله بسبب يعني دخلتي موضوع ودخلتي في عزله. معلش تكتبي لي الكومنت اللي اولاني تاني، لان انا للاسف ما بصيتش على الكومنتات اللي فاتت اللي كانت بتتبعت، تمام، عشان اعرف حتى اتكلم معاكم. ما هو ده اللي خلاني ان انا ما ببصش على الكومنتات، ان انا هفضل ساكته، فمش عارفه اتكلم، مش عارفه اوصل الكلام. حضرتك برضو كان في الجيش المصري كان حابب يقول برضو حاجه وكان كاتب كومنت، انا برضو حابه اشوف الكومنت اللي حضرتك كنت كاتبه، تمام. ممكن يا جماعه نعمل لايك وشير وندوس على قلب الاورنج لو سمحتوا، تسلموا لي يا رب، ميرسي، كلكم ذوق.